شي مره كينزلوا عليا شي افكار شويه غريبه. ها نتوما درت الكلاص ديال الدلاح ودرتها في هذه نتاع الدليح. عرفتوا شوفوا كي جا، شوفوا واعر 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 واعر. شوف واو. بغيتو تعرفوا الطريقه ديالو خليكم معايا. مره حبيت. ايوا تبعوا معايا الطريقه راها سهله مهله. كيف ما كتشوفوا جبت هنايا دليعه، قطعتها هكا. دابا غادي نحاول انني نطحنها ونصفيها. من بعد ما طحنتها وصفيتها درتها في الكونجيلاتور حتى جمادت بهذا الشكل هكا. ثم درت 2 كيسان كبار مهم ديال الدلاح، معاهم الكيس ديال داك الكلاص، يعني كيس كامل ديال الكلاص. ما لقيتوش كلاص ديروا كيس ديال كريم شونتيي. صافي غادي تبقاو تطربوا مزيان حتى يطلع لكم الكريمه ديالكم تطلع هكا. غادي تاخذ لكم فريمون شويه د الوقت، ولكن راه غادي تطلع عفوا، غير صبروا عليها. هنايا جبت الدلاحه ديالي، غسلتها مزيان ونقيتها وكيف ما كتشوفوا خورتها. ثم درت عليها الكلاص ودرت عليها الشوكولاته كما كتشوفوا حبيبات نتاع الشوكولاته. دابا غادي ندخلهم المجمد. اللي بقى لي درتو في هذه البواطه، دخلت كلشي المجمد. لا غد ليه من بعد ما فاتت 24 ساعه كانوا جاو عندي صحاباتي وقدمت لهم هذا الكلاص اللي حماقوا وتسطاو عليه جا فن. وحطيت لهم هنايا مع الصوص الشوكولا والصوص فريز، كل وحده فيهم دارت داكشي اللي بغات. الحاصل انه كيجي واعر واعر. جربوا ردوا عليا الخبار، ما تضيعوش هذه الفرصه، خصوصا اننا دابا في موسم الدلاح. درت لهم حتى العصير تاع الدلاح. دابا نشاركو معكم. كنتمنى تعجبكم الفكره. باي باي.